عمال يقلب المجال، يلف نص لفه يخلي المجال في الاتجاه ده. كان هو بالفعل الموتور ده بتاع الخلاط اللي انا جايبه منه فيه كذا سرعه. ازاي مع انه مخده واحده؟ تحياتي للجميع. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الموتور اليونيفرسال او المحرك العام، اللي هو الموتور المستخدم في اغلب الاجهزه المنزليه عندنا، الخلاط والمكنسه والشنيور وغيرها من الاجهزه الكتير. هنتكلم عن الموتور ده بكل التفاصيل وكل الاجزاء اللي فيه وعن اغلب اعطاله وصيانتها، هنتعرف عليه بشكل عام. انا احمد داوود، دكتور هندسه. الفيديو بتاع السبت اللي فات كنت اتكلمت عن موتور الخلاط وغيرنا الشربون اللي كان مخلي الموتور كان قاطع تماما، ولكن انا بصراحه في الفيديو اللي فات حسيت ان الدنيا اتكروتت في موضوع اختبار الموتور، ازاي عرفنا ان الشربون هو اللي بايظ وكان فيه حاجات كده يعني. فقررت ان انا اعمل فيديو تفصيلي عن موتور الخلاط ده بكل الاجزاء الداخليه. فادي معانا موتور خلاط وده موتور كبه. الموتور ده اسمه يونيفرسال موتور او المحرك العام. ليه اسمه المحرك العام؟ لأنه ممكن يشتغل على التيار المتردد وعلى التيار المستمر، غير الموتور التاني اللي هو اسمه الاندكشن موتور أو موتور الحس اللي بيشتغل على التيار المتردد، زي مواتير المية مثلا، موتور المروحة وهكذا. دول أغلب أنواع المواتير اللي احنا بنقابلها في الصيانة المنزلية. الموتور الاندكشن اللي هو بتاع موتور المية وموتور المروحة اللي بيشتغل على التيار المتردد، والموتور اليونيفرسال أو الموتور أو المحرك العام اللي بيشتغل على التيار المستمر وعلى التيار المتردد برضه. طيب احنا في الاول كده عايزين نشوف ازاي بنختبر الموتور ده وبنعرف هو سليم ولا لا، محتاج ايه قبل ما نفك وقبل ما نتكلم عن كل قطعه فيه او كل جزء فيه. المحرك اليونيفرسال هناخد ده الاول كده على سبيل المثال. محرك اليونيفرسال بيتكون من مخدتين او ملفين كهربيين. الملف ليه بدايه وليه نهايه، والنهايه بتاعته زي ما قلنا في الفيديو اللي فات بتطلع على الشربون، ومن الشربون تروح على الكوليكتور او الكوميتيتور او زي ما اخونا خالد من المغرب قال عضو التوزيع اللي هو في المبينة دي. كذلك برضو الملف التاني ليه بداية وبعدين الملف وبعدين نهاية تطلع على الشربون، ومن الشربون للكوميتيتور او الكوليكتور. هنا بنوصل ال 220 فولت تيار بيعدي هنا في الملف، هنا بيكون مجال مغناطيسي وبيدخل برضو من نهاية الملف على الشربون يدخل على الكوميتيتور في الملف بتاع المبينة، يعمل أيضا مجال مغناطيسي والمبينة تلف. الكوميتيتور ده أو الكوليكتور ده بيبقى فايدته، هو اسمه بالعربي عاكس التيار. بيبقى فايدته ان هو التيار متردد بيدخل عليه وهي بتقلب كده المبينه، وهي بتمشي كده الكوميتيتور ده عمال يعكس التيار كل شويه بحيث ان هو يدخل على المبينه تيار موحد الاتجاه فتلف في الاتجاه ده مثلا كده وتعطي اعلى كفاءه للموتور. خلينا نختبر الموتورين دول قبل ما نفكهم ونتكلم عنهم. ادي طرفين اللمبه الساريه. اول حاجه بشوف هل في قفله ولا لا مثلا، او في انهيار للعزل بين الملف وبين جسم الموتور. على الطرف ده كده وعلى جسم الموتور بشوف اي انهيار عزل، مفيش. كذلك من الطرف التاني مفيش اي انهيار عزل. ده علشان انا لما اختبر الموتور امسكه بايدي كده وانا مطمن. يعني لو حطيت طرف كده والطرف التاني من السيريا كده، ده بقى الموتور شغال. طبعا انا ما بمسكش بايدي جسم الموتور الا لما اتاكد ان مفيش اي انهيار عزل بين الملفات وبين جسم الموتور، ان انا بشيك بالسيريا كده. طيب تعالى على الموتور التاني، موتور الكبه ده كده، اختبر الطرفين بتوعه، مفيش اي حاجه، قاطع تماما. يبقى انا كده لقيت انه الموتور ده قاطع. يبقى هختبر كل ملف لوحده. ادي الملف الاولاني مثلا، في ملف اهو ونهايته اهي، اختبره كده يبقى الملف قاطع. بص، بين البداية وبين النهاية اللي هي على الشربون اللي هي دي كده، ادي بداية الملف اهو والملف كده، وبعدين نهايته على الشربون اهو. فنختبر من البداية للنهاية، بلاقي كده ان الملف ده قاطع. طب تعالى نشوف الملف التاني برضو من بدايته لنهايته، بلاقي ان الملف ده كمان قاطع. طيب اختبر الشربون بتاعه، لا في اتصال، الشربون موصل من هنا لهنا. المرة اللي فاتت كنا بنحط كده كنا بنلاقيه قاطع، عرفنا ان الشربون هو اللي كان بايظ وغيرناه، ولكن
هنا لا، الشربون موصل عادي مفيش مشكله. يبقى معنى كده ان الملفات نفسها هي اللي قطعه. طيب تعالى نختبر العزل بين الشربون وبين جسم الموتور. كده في اتصال. طيب الشربون التاني وجسم الموتور برضو في اتصال. يبقى معنى كده انه الملفات قطعة من هنا لهنا ومن هنا لهنا، ولكن في اتصال بين الشربون وبين جسم الموتور. يبقى جسم الموتور ده لامس في الملف ده من هنا، يبقى الملفات هي اللي قطعة. ده كده بايظ. لكن لما جربنا ده، طبعا قبل ما اشتغل في الموتور بجرب زي ما بقول لك، بجرب العزل ان هو لامس ولا لا. بجرب من الشربون للجسم، من الشربون للجسم، من الملف للجسم، من الملف للجسم. مفيش، يبقى انا اشتغل عادي وامسكه بايدي عادي. حاجه اخيره كده في تجربه الموتور قبل ما نفكه، عشان وانا بجرب الموتور ده على الكهرباء 220 لقيت فيه زي شراره بسيطه هنا، فحسيت ان هو محتاج شربون. وده كان بناء على سؤال اخويا الكريم محمد لما قال انه كان عايز يعرف الفرق بين ان الشربون يكون هو اللي بايظ ولا الموتور نفسه هو اللي يكون بايظ، الفرق بين الشراره الثقيله والشراره الخفيفه. فانا هوريك دلوقتي الشراره الخفيفه اللي من الموتور ده لو وصلت عليه كهرباء 220 فولت. باينه اهي في شراره خفيفه جوه. تمام. يبقى معنى كده الشراره الخفيفه دي كده معناها ان انا محتاج اغير الشربون ده علشان الاحتكاك بقى يعني مش حلو مع الكوميوتيتور. لكن الشراره لو في شراره قويه بقى دي مفيش حل فيها تغيير شربون للاسف. انت محتاج كده تغير الموتور. وانا هوريك فيديو كده حالا لموتور مكنسه كان بيطلع شراره كبيره، وده كان معناها ان خلاص كده موبينه الموتور ده تلفت. يا نغير الموبينه، وده غالبا بيبقى صعب انك تلاقيها، يا اما بتغير الموتور وخلاص. فشوف كده اللقطه بتاعت موتور المكنسه ده. شفت الشراره كبيره ازاي؟ في الحاله دي زي ما بقول لك كده موتور المكنسه ده تلف ومحتاج يتغير. ولو انت عندك الموبينه بتاعته ممكن تغير الموبينه وخلاص وتشتغل بيها عادي. طيب دلوقتي بقى نبدا نفك الموتور ده ونشوف تكوينه من الداخل بالظبط. انا اولا هفك نهايه الملفات. اول حاجه بتتفك هي مكان الشربون. فانا زي ما شفنا في الفيديو اللي فات بدوس كده بالمفك وبشد. دي نهاية الملف اهي. وبطلع السوستة اللي بتزنق على الشربون او الفرش الكربونية، وادي الشربون اللي هروح واجيب زيه. يبقى المكان ده كده السوستة بتركب عليه كده عشان تزقه يدخل على الكوميوتيتور. ادي الشربون الاولاني. الشربون التاني برضو بنفس الطريقة. السوسته طارت بس رجعت تاني. لما انا شلت دي السوسته طارت، مش عارف انت خدت بالك ولا لا. والشربون او الفرشه الكربونيه التانيه، فدي هنغيرها. انا هبقى اغيرها عموما، يعني انا مش هطول عليك في الفيديو، انا هفك بس واتكلم عن الاجزاء كده وارد على بعض الاستفسارات الصغيره. الشربون ده لو انت رايح تغيره ولقيت ما لقيتش المقاس ده ولقيت مقاس كبير، عادي جيب المقاس الكبير، وكده كده انت بتكحت فيه كده يمين وشمال وبتاع لحد ما تصغره ويدخل على المقاس دي، لان ده زي رصاص كده. بعد كده هفك جسم الموتور. كده بفك الوش العلوي اللي هو عند الشربونات. كده بطلع الاكس من الجلبة. في جلبة هنا دي، وده بيت الشربون. الجلبة دي ممكن تتغير بس غالبا مش هنحتاج نغيرها، وده كان سؤال محمد. غالبا مش هنحتاج نغيرها لان الموتور ده للاسف هو عمره، وده من عيوب المواتير دي، اقصر من عمر الجلبة عموما. دي تجربة شخصية على فكرة، المعلومة دي أنا مش موثقة من حد، يعني هي تجربتي الشخصية ان الموتور ده انا ما تعرضتش لاني احتاجت ان انا اغير الجلبة دي قبل كده. المواتير دي عموما بيبقى عمرها الى حد ما اقصر من عمر الجلبة. ادي بقى يا سيدي الكوميوتيتور اهو. هو ده او عضو التوزيع زي ما خالد بيقول،
او كوليكتور ده لما الكهرباء بتدخل عليه كده تيار متردد، وهو بيلف كده عمال يقلب المجال، يلف نص لفة يخلي المجال في الاتجاه ده، النص اللفة التانية على ما المجال يجي كده يلاقي نفسه المجال لف برضه في الاتجاه ده، وهكذا، بحيث انه يكون دخل تيار موحد الاتجاه على الموبينة دي. الورد اهي بناء على سؤال محمد كان بيسأل بيقول عدد الورد دي قد ايه؟ بص يا محمد، هي ملهاش عدد معين، الغرض من الورد دي تظبط الاكس ده بالظبط كده مع الاستيتور ده كده، لا تبقى نازله لتحت ولا تبقى طالعه لفوق، علشان تحصل على اقصى عزم واقصى كفاءه للموتور. طيب عايز افك الوش التاني، في تيله اهي، دي التيله برضو اللي هفكها كده، ادي التيله اهي، وبفك الوش السفلي، بلاقي برضو ورد هنا اهي، يعني ورد بتتحط هنا وهنا ان انا اظبط زي ما بقولك الموبينة دي كده تبقى على الاكس ده بالظبط كده. ادي الموبينة وادي الاستيتور. ادي الاستيتور بيحتوي على 2 ملف، كل ملف ليه بداية وليه نهاية. النهاية بتاعته حتة النحاسة دي اهي بتدخل على الشربون، ومن الشربون للكوليكتور بتاع الموبينة. كذلك الملف التاني بداية ونهاية بتدخل على شربون، من الشربون للكوليكتور بتاع الموبينة. دي مخدة واحدة ومخدة واحدة، يعني المحرك ده سرعة واحدة. وزي ما اخويا خالد قال بالظبط، في محركات تانية بيبقى في مخدة ومخدتين من مكان او 3 مخدات على حسب، يعني بحيث انه بيطلع منها سرعتين، مخدة تطلع سرعة، مخدتين تطلع سرعة تانية اعلى. جميل، بس انا عايز اقول لك ان الموتور ده كمان بيطلع منه سرعات، هو مخدة واحدة ومخدة واحدة وممكن تطلع منه سرعات. مش ممكن، هو بالفعل الموتور ده بتاع الخلاط اللي انا جايبه منه فيه كذا سرعة. ازاي مع انه مخدة واحدة؟ اهو ادي لوحة المفاتيح بتاعته، بيشتغل عندك على سرعتين، سرعة مينيمم وسرعة ماكسيمم، وفي البلس اللي هي النبضات اللي هو بيدي نبضات. ازاي الكلام ده؟ انا بتكلم عنه بالتفصيل اكتر في فيديو تاني يعني، ولكن هو هنا بيعتمد على وجود دايود. الدايود ده اهو شايفه، الدايود ده بيعمل ايه؟ بياخد التيار هنا، بدخل ال 220 فولت هنا على اللوحة، وباخد منه بقى بالدايود ده باخد منه نص موجة، نص سرعة. الدايود ده بيقلب بيديني موجة واحدة من التيار، سواء موجة موجبة او موجة سالبة، بحيث ان انا باخد النص موجة دي وادخلها للطرف التاني، يبقى انا كده حصلت على اقل سرعة. طيب لو انا عايز احصل على اعلى سرعة، باخد الموجة كاملة بقى من الطرف التاني للكهرباء، باخد الموجة كاملة وبطلعها من الطرف ده، ما باخدش من الدايود بقى، وبدخلها على الطرف التاني ده من الموتور، يبقى انا كده حصلت على السرعه كامله. فدي طريقه من طرق عمل السرعات في موتور الخلاط. الطريقه الثانيه وانا عملت عنها فيديو، بس بصراحه يعني ما كانش فيه وقت ان انا لسه ما منتجتوش، يعني ان شاء الله منتجه وارفعه. بيبقى موتور الخلاط بيبقى فيه مخدتين من مكان ومخده من مكان واحد، المكان الثاني بيبقى المخدتين دول او الملفين دول طالع منهم سلكين بسرعتين. السلك الاولاني للمخده الاولانيه بيدي سرعه اقل، السلك الثاني بيبقى جامع المخده الاولانيه والمخده الثانيه بيدي سرعه اعلى. كل مره بقول لك في نهايه الفيديو يا ريت تدعي لي وليك، والله الكلام ده مش دباجه ولا حاجه، انا فعلا مش محتاج منك اكتر من دعوه. لو انت استفدت مني وادعي لنفسك معايا، ادعي لي وليك بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.